اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. النهارده قلنا نطلع نتمشى مع بعض بالكاميرا من امام شواطئ خالد بن الوليد اللي بالتحديد اسمها شواطئ فريسكا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تشرفني. يلا بينا مع بعض دلوقتي نبدا جولتنا على كورنيش او رصيف اسكندريه. احنا دلوقتي بالتحديد امام شواطئ فريسكا او جزيرة ميامي اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي. الجو جميل جدا النهاردة الاربع 1 مارس 2023. درجة الحرارة بدأت ترتفع شوية، بقالها يومين بالظبط، امبارح والنهاردة. الجو كان تحفة، المية كانت صافية ولونها جميل جدا جدا. ناس كتيرة كانت قاعدة على البحر النهاردة بتستمتع بالجو، وكمان كان في نزول للبحر النهاردة. شفت ناس كتيرة، تابعوني لآخر الفيديو هتشوفوا ناس بتنزل البحر. طبعا واحنا ماشيين كده على الرصيف، الذرة المشوي يعتبر من علامات اسكندرية. شفت ناس برضو عاملين عربيات كده لطيفة على الكورنيش علشان بيعملوا فيها قهوة وشاي ومشروبات لأي حد قاعد على الرصيف. هننتقل مع بعض دلوقتي بكاميرتنا لأول بوابة لشاطئ فريسكا علشان نشوف الناس وهي بتستمتع بالجو الجميل. احنا دلوقتي بالظبط امام شارع خالد ابن الوليد، ودي كلها محلات موجودة على قمة الشارع. الجو جميل جدا، القعدة اجمل. دي جزيرة ميامي، الناس قاعدة باستمتاع، مستمتعة هي وأولادها من أمام شواطئ فريسكا. سعر التذكرة فيه 15 جنيه، شاملة كرسي وترابيزة وشمسية. كان في نزول للبحر النهاردة، في ناس كتيرة كانت في البحر بتستمتع. ده ممكن يكون ظاهر معانا برضو بسيط في الفيديو. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك لان القناة لسه صغيرة، عايزين نكبر مع بعض اكتر واكتر. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والعالم العربي كله والمسلمين جميعا بخير يا رب، ويعود علينا الايام كلها بالخير واليمن والبركات. اشوفكم على خير في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية الجميلة.